سأل عن سبحانك اللهم وبحمدك تكرار 100 مرة في الصباح والمساء. يقول لو زدت على ذلك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده تقال 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن تقال مع أذكار الصباح والمساء، تقال مع أذكار الصباح والمساء. لو زاد فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا أكثر من ذلك فهذا أمر حسن، بل أمر مطلوب. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأثنى على الذاكرين كثيرا، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا زاد على 100 مرة فهذا أمر طيب وأمر حسن. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في ترجمته أنه كان يسبح لله تعالى في اليوم والليلة 12,000 تسبيح. يعني إذا أكثر الإنسان من التسبيح ومن الذكر عموما، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيترتب على ذلك أجور عظيمة وثواب جزيل. وهذه من الأعمال التي الجهد فيها يسير والأجر فيها عظيم. الذكر من الأعمال التي الجهد المبذول فيها يسير لكن الأجر المرتب عظيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ يعني كأنهم استعظموا هذا. قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. يعني عندما يقول في دقيقة أو دقيقتين، يعني ما تأخذ وقتا كبيرا ولا جهدا كبيرا. عندما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكررها 100 مرة يكسب 1000 حسنة، 1000 حسنة يضع في رصيد حسنات. ويستطيع أن يقولها على أي حال، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو في السيارة وهو في العمل، في أي وقت وفي أي مكان. وإن قرنها بالحمد فهو أفضل. بدل ما يقول سبحان الله يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يكررها. إذا قالها 100 مرة يكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. فهذا من توفيق الله عز وجل لبعض الناس. المسألة في الحقيقة هي مسألة توفيق. أبواب الخير كثيرة ومتنوعة، والمسألة هي مسألة توفيق من الله عز وجل. هناك ناس يوفقهم الله تعالى لعمل الصالحات، فمن لم يوفق في باب فالأبواب كثيرة. يعني منها هذا الباب، باب الذكر، باب سهل وميسور على جميع الناس. أي أحد يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده يكررها، يكسب على مجرد أن يقولها 100 مرة 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. والموفق